عاجل للمجلس المركزي للحرية والتغيير. ولذلك انه أهمية الاجتماع الأمس أيضا بتكمن في أنه لأول مرة تم اتفاق على المبادئ والأسس للإصلاح الأمني والعسكري، وده مضاف لما تم في الاتفاق الإطاري من الاتفاق على الجيش الواحد وعلى الإصلاح وعلى الدمج. والاجتماع الأمس كان اجتماع تميز بروح وطنية عالية من المكون العسكري ومن المدنيين، وتطابقت الإرادة بين المدنيين والعسكريين في اجتماع الأمس، ويجب أن يتواصل هذا حتى نصل إلى مرافي حكم مدني. أيضا اليوم يوم خاص للشهداء وللعدالة في هذه البلد. في هذا اليوم سيتم افتتاح المؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية. والأهمية هذا الافتتاح إنه نحن سنمضي مع بقية شعبنا نحو تأسيس للعدالة في هذه البلد، وأيضا بمشاركة واسعة من قوى المجتمع المدني من قوى العدالة الانتقالية. برضو ده بيأشر لنهاية المؤتمرات اللي شاركت فيها مشاركة واسعة وكبيرة من الشعب السوداني. ونحن ندعوكم أن تكونوا حضور في قاعة الصداقة اليوم تحفكم أرواح الشهداء من كل أبناء وبنات شعبنا الذين ناضلوا من أجل الحرية والديمقراطية ومن أجل تأسيس سودان جديد لكافة السودانيين والسودانيات، سودان قائم على المواطنة بلا تمييز. أيضا بالأمس الأهمية والجديد في اجتماع الأمس إنه اتفق على لجنة لصياغة الاتفاق النهائي بين الموقعين وغير الموقعين كما تم النص عليهم. برضو الكلام ده هيتم تناوله بتفاصيل. أيضا بعد هذه الخطوات ستكون حكومة مدنية وتحظى بالإجماع الكافي. نحن نعمل على تفادي كل الأخطاء السابقة، وأن تعمل كل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لبناء نظام جديد. والنظام ده يجب أن لا يشهد ما تم من قبل. أيضا أنا داير أقول في أشياء ختامية. الحرية والتغيير توجه تهنئة خاصة للأطباء بانعقاد الجمعية العمومية وبانتخاب اللجنة التمهيدية للأطباء. والأطباء السودانيين بذلوا دمائهم رخيصة وعلى رأسهم الشهيد علي فضل، وعملوا لسنوات طويلة ووقفوا وقفة مجيدة في ثورة ديسمبر. ونحن سعيدين أنه على رأس هذه اللجنة امرأة، وشهد أيضا وجود معتبر للنساء والطبيبات السودانيات. أيضا الحرية والتغيير توجه تهنئة خاصة لأسر الثوار الذين تم إطلاق سراحهم. ومن المؤكد أن الوصول لاتفاق يجب أن يطلق سراح الوطن وسراح الثوار جميعا. وأيضا أنا بأكد أنه لجنة صياغة الاتفاق النهائي ستنفتح بشكل كامل على كل القوى الحية في المجتمع السوداني وعلى كل المختصين لصياغة اتفاق يشبه ثورة ديسمبر ويشبه شعبنا. وأيضا نؤكد، أنا في بعض الناس سألوني من تصريح صحفي سابق وخرج من سياقه، نحن حينما نتحدث انه رئيس الوزراء يجب ان يكون اكبر سياسي في هذه البلد، لا نعني ان يكون حزبي، ولا نعني انه سناتي برئيس وزراء حزبي، بنعني انه رئيس الوزراء سيكون مطلع ولديه قدرات سياسية، وايضا سيكون منتمي لثورة ديسمبر
ولا حياد لديه في قضايا ثورة ديسمبر، سيكون أبيض وأسود منحاز لقضايا التي جاءت بها ثورة ديسمبر. في الأخير أنا دار أقول إنه الحرية والتغيير ستنفتح على القوى الحية وقوى الثورة، والحرية والتغيير الآن تعيد تعريف المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية لن تنتهي بالانتخابات، بل الانتخابات ستكون ديمومة واستمرار لتحالف واسع لاستدامة الحكم المدني وتوطين الديمقراطية وبناء الدولة السودانية. مهام الفترة الانتقالية ستمتد إلى ما بعد الفترة الانتقالية، والحرية والتغيير ستطور نفسها كتحالف عريض وكبير لكي نمضي في طريق بناء دولة سودانية لكافة السودانيين والسودانيات. أنا متأكد أننا باجتماع الأمس مشينا في اتجاه جديد، لكن أنا داير أوجه دعوة خاصة لأبناء شعبنا ولكل الذين تقع قلوبهم حيثما تقع ثورة ديسمبر أن يعضوا بالنواجذ وأن لا يسمحوا للفلول في تخريب العملية السياسية. الآن المجتمع المدني والعسكري اتفقوا على تغيير الاتجاه وعلى بناء السودان يليق بكل السودانيين والسودانيات، ولذلك حل الأزمة الاقتصادية وحل الأزمة الأمنية يكمن في إقامة حكم مدني ديمقراطي. يجب أن يأتي هذا الحكم في وقت قريب وقصير. أنا لا أريد أن أنجم ولا يعني أقط الودع ولا في أي اتجاه عشان أحدد يوم محدد، لكن مؤكد أن العملية السياسية في خواتيمها. اليوم ستبدأ مؤتمر العدالة الانتقالية، وبعده سننتقل إلى إنهاء ملف الإصلاح الأمني والعسكري، وسننهي الاتفاق النهائي والوثيقة الدستورية النهائية. بوجه أيضا نداء للسودانيين والسودانيات في خارج السودان أن يحسوا المجتمع الإقليمي والدولي لدعم خروج السودان من هذا النفق، وأن يمضي في اتجاه استدامة الحكم المدني والديمقراطي. ونحن نشكر للمجتمع الدولي والإقليمي مساندتهم للعملية السياسية، ونتمنى أن يستمروا في دعمها الآن وفي الفترة الانتقالية. وأنا أتيح لكم الفرصة لتستمعوا